اخوان، قبل ما نبداو ما تنساوش ديروا لي ابوني وشي لايك، راكم كتنساوها، خصوصا صاحب التلفازه. واسمحوا لي بزاف على الصوت، راني عيان شويه. كيبدا الفيلم ديالنا في واحد المدينه في جنوب افريقيا مع واحد الدكتور اللي سميتو اندرو كان معصب بزاف حيت فشل انه ينقذ واحد المريض من واحد العمليه، وهو مريح مقلق حتى غادي يدخل المساعد ديالو وغادي يقول ليه بانك خصك تخوي الفيلاج في اقرب وقت حيت كاين واحد الجماعه مسلحه غادي تجي للفيلاج، غادي ينوضو يجمع حوايجو وغادي يمشي يقصد مراتو اللي كانت كتعلم الدراري الصغار. غادي يقول ليها باننا خصنا نخوي الفيلاج دابا حيت كاينه واحد الجماعه مسلحه جايين في الطريق. هنا غادي تقول ليه بلي شي واحد في القريه هو اللي خبرهم باش يديروا لنا رهائن ويطلبوا في ديال السفاره الامريكيه. ديك الساعات غادي يركبوا بجوجهم في الطوموبيل وغادي يمشيو يقصدوا المطار، وغادي يوعدها بانهم غادي يرجعوا ملي غادي تقاد الامور. وهنا غادي يبان لنا اندرو كان معصب بزاف على حساب المريض اللي كان مات ليه، وغادي يقول لمراتو بان السبب هو ان كاع ما كاين المعدات الطبيه. وتماك غادي تبان لنا مراتو حتى هي بقى فيها الحال بزاف وغادي تبقى كتصبر فيه، وغادي تقول ليه بانه ما عنده حتى شي ذنب. وراها غادي يبان لنا واحد الدراري اللي بينا فيهم اغنياء بزاف كانوا كيدوروا في الصحراء ديال افريقيا، ولكن واحد صاحبهم ضرباتو الشمس ومرض بزاف واضطروا انهم يرجعوا لامريكا، وكانوا كيتسناو الطيار اللي غيوصلهم. وهنا غادي يبان لنا الطيار اللي سميتو تيلر غادي يمشي للمكتب باش ياخذ الاذن باش يطير، ولكن الموظف ما غاديش يبغي يعطيه الاذن وغادي يضطر انه يعطيه رشوه. وان الموظف غادي يقد ليه الامور وغادي يخرج باش يسافر. في نفس الوقت غادي يوصل اندرو ومراتو وغادي يطلبوا منه انه يديهم معاه لامريكا. وهنا تيلر غادي تبان ليه بلي جاتو الهمزه وغادي يطلب ليهم 10,000 دولار لكل واحد. وهنا اندرو غادي يقول ليه بلي الثمن غالي بزاف والثمن اللي موالفين كيجيو به هو 5000 دولار. هنا تيلر غادي يقول بلي ان هذه الطياره ديالي الخاصه، الا بغيتي ديك الثمن خاصك تسنى شركه ديال الطيران. بالاخر تيلر غادي يوافق وغادي يمشي هو ومراتو باش يركبوا مع البقيه ديال الركاب، ولكن تيلر غادي يقول لي ممنوع تهز الحوايج معاكم لان الطائره صغيره وما غاديش تحمل هذا الوزن كامل. وغادي يضطروا الركاب يوافقوا وغادي يخليو الباكاج ديالهم. غادي تبدا الرحله وغادي يكون اندرو خايف حيت السمطه مقطع عليه، ولكن ما غادي يقول والو لمراتو باش ما يخلعهاش. وديك الساعات غادي تبدا الطياره تزعزع بهم وغادي يخافوا الركاب، ولكن تيلر غادي يطمنهم وغادي يقول لهم بلي راه سافر بزاف وبلي بحال هاد الشيء راه عادي ما يخافوش. ديك الساعات غادي يزيد في السرعه بزاف وغادي يقول لهم بانني غادي نوصل لكم لامريكا قبل الوقت. ديك الساعات غادي ينوض واحد اللوين غادي يقول ليه بلي الطياره فيها وزن زايد بزاف وغادي يطلب منه باش يخفف السرعه باش ما يكونوش مشاكل. ولكن تيلر كان مغرور بزاف وغادي يقول ليه بلي انت راه ما كتعرف والو وبلي انا غادي نوصل لكم قبل الوقت كما قلت لكم. وغادي يزيد السرعه اكثر، ولكن من زهرهم غادي يتلاقاو مع واحد العاصفه وغادي يحاول تيلر يسيطر على الطياره ولكن ما غاديش يقدر وغادي ينفجر المحرك وغادي تبدا الطياره طايح بهم بواحد السرعه اللي كبيره. وغادي يخافوا الركاب وغادي يبداو كيغوتوا حتى غادي يغيبوا بسبب الضغط. موراها اندرو غادي ينوض وغادي يلقى راسو مليح في الارض حيت ما كانش داير الحزام الامان، وغادي يمشي للطياره باش يطمن على مراتو وغادي يفرح بزاف حيت باقا عايشه، ولكن غادي يتصدم حيت كانت محبوسه تحت واحد الكرسي. وغادي يطلب المساعده من الركاب باش يعاونوه، ولكن ملي غادي يجروها غادي يتصدموا حيت رجليها اللي كانت واحله غادي تجرح فيها واحد الجرحه اللي خطيره، وغادي يضطر انه يدير لها الاسعافات الاوليه. وغادي نعرفوا بلي واحد من الركاب مات في الحادث وغادي يحزن عليه صاحبه بزاف وغادي يمشي يدفنوه وهو كيبكي عليه. ما اندرو غادي يخيط الجرحى لمراتو وغادي يدير ليها الفاصمون، ولكن واخا هكاك الاصابه كانت خطيره وما كانتش كتقدر تمشي عليها. وغادي يمشي السميمر عند تيلر وغادي يبقى كيغوت عليه بزاف، غادي يقول ليه بلي انت السبب في هذا الشيء كامل. ولكن تيلر كان شيطان غادي يدو بواحد الموس وغادي يقول ليه الا قربتي ليا غادي ندمك. وغادي يمشي يوقف فوق واحد الحجره باش يعرف فين كاينين هما، وغادي يشوف الحيوانات البريه وغادي يعرف بلي هما في اخطر مكان في الصحراء. وغادي يبانوا ليه واحد القطيع ديال الاسود باللي قرابين ليهم وتابعين الريحه ديال الدم اللي جايه من الرجل ديال واندي. وغادي يدوي تيلر مع الركاب غادي يقول لهم بلي كاينه واحد القريه قريبه وغادي يوصلوا ليها مع الغروب اللي مشاو دابا. لكن اندرو ما غاديش يبغي يمشي وغادي يقول لهم سيروا نتوما وصيفطوا لنا المساعده ملي توصلوا. يبداو الركاب كيستعدوا وغادي يديو معاهم اي حاجه ممكن يستعملوها
وغادي يمشي تيلر يدوي مع اندرو وغادي يقول ليه فكر مره اخرى حيت راك تقدر تموت، حيت في هاد الصحراء كاينين الحيوانات متوحشه بزاف. ولكن اندرو غادي يرفض انه يخلي مراته بوحدها وغادي يقول ليه بلي انا غادي نبقى معاها واخا نموتو بجوج. وتيلر ديك الساعات غادي يضطر يمشي. كان عنده واحد المسدس وغادي يجي عنده اللوين غادي يقول ليه خلي ليهم المسدس باش يدافعوا على راسهم، ولكن غادي يرفض وغادي يقول ليه بلي اننا ما غاديش نخاطر براسي على واحد اخر. وغادي يشدوا طريقهم للقريه وغادي يبقاو غاديين في الصحراء. ولكن واحد من الركاب غادي يقول بلي اننا غاديين في الطريق الغلط، القريه كاينه في الغرب. ولكن تيلر غادي يقول ليه بلي انني حافظ الصحراء ومتاكد بان القريه كاينه في الشرق. وغادي يضطروا انهم يسمعوا ليه وغادي يبقاو تابعينه وغادي يعانيو بزاف بكثره الشمس وقله الماء. وواحد منهم غادي يطيح بكثره العطش وغادي يعطيه تيلر الماء وغادي يدوي معاه. غادي يقول ليه صبر شويه وبلي القريه قريبه لينا بزاف. وفي نفس الوقت اندرو غادي يكون خايف بزاف على مراته حيت طلعت ليها السخانه وبدات كتدخل وكتخرج في الهضره. وغادي يقول ليها غير صبري راه غادي يكونوا وصلوا للقريه وغادي تكون المساعده في الطريق. وغادي يوصلوا الركاب للبلاصه اللي المفروض تكون فيها القريه وما غادي يلقاو والو، لا وحش يطير ولا طائر يسير. تماك واحد من الركاب غادي يبدا كيدوخ عليهم وغادي يخطف سلاح لتيلر وغادي يتهموا بلي هو السبب ديال هادشي كامل وهو جابهم من لهنايا غير باش يدي لهم الحوايج ديالهم. وهنا تيلر غادي يقول ليه بانك راك تهلوس بسبب الشمس وبلا خصنا نرجعوا للطياره من نفس الطريق ولا غادي نتوضروا في الصحراء. وفي نفس الوقت غادي يحس اندرو بالخطر وغادي يقلب على شي حاجه في الطياره باش يدافع بها على راسو. ولكن موراها ملي غادي يرجعوا الركاب وغادي يشوفوا الاثار ديال الدم وغادي يعرفوا بلي ان الاسد هجم على طياره غادي يسحب ليهم بلي اندرو ومراته ماتوا. وديك الساعات غادي ينقز عليه اندرو وغادي يبقى قاجو وغادي يقول ليه بلي انت السبب ديال الموت ديال مراتي. وهنا غادي نعرفوا بلي ان الاسد هجم عليه وقدر ياكل مرات اندرو حتى كان غادي يقتلوه. ولكن في الاخر غادي يطلقوا وغادي يمشي اندرو وغادي يدفن الجثه ديال مراتو وغادي يكون حزين بزاف. وراه تيلر واللوين غادي يدويو على الوضع ديالهم وغادي يقولوا بلي الليل ما بقى ليه والو ويطيح والاسود غادي يرجعوا كيفاش غادي يحلوا المشكل ديالهم. وغادي يقول ليه بانهم عندهم فرصه وحده للعيش وهي انهم يتخبوا في غرفه القياده ديال الطائره، ولكن هي كتهز غير 3 الاشخاص وهما راهم 4. خاص واحد ضروري يبقى برا. وغادي يقرروا يديروا القرعه بيناتهم وغادي طيح القرعه في الشاب الغني وغادي يخاف بزاف وغادي يعرض عليهم اللي تبادل معاه غادي يعطيه $1,000,000. ولكن لوين غادي يقول ليه بلي الفلوس ديالك ما عندهاش قيمه في بحال هاد المواقف. غادي يمشي عنده اندرو وغادي يعطيه الصليب باش يحميه. وغادي يجي الليل وغادي يدخلوا الركاب لغرفة القيادة باش يدوزوا فيها الليلة. وفي الليل غادي يخرج تيلر عنده غادي يقول ليه خلي العافية مشعولة. ولكن في نفس الوقت غادي يدخل الثعبان لغرفة القيادة لما يحس به حتى شي واحد وهما ناعسين في الليل حتى غادي يسمعوا الصوت ديال الدري اللي كاين برا كيغوت. اندرو غادي يسمعو وغادي يبغي يخرج باش يعاونو ولكن تيلر غادي يقول ليه الا خرجتي راه غادي نموتو كاملين. وديك الساعات الاسد غادي يهجم عليهم وهما كيمنعوه باش ما يخليوش يدخل. الثعبان غادي يعد اللوين وغادي يقتلو تيلر وغادي يقول اندرو باش يحيد ليه السم قبل ما يمشي في الجسم كامل وغادي يعطيه العصا باش يعدها وغادي يفتح ليه اندرو البلاصه فين عدو الثعبان. وفي الاخر غادي ينقذ ليه حياته. قلت لهم ملي غادي يخرجوا غادي يلقاو البقيه ديال الجثه ديال الشاب اللي لقاوه البارح وغادي يقول لهم تيلر بانهم خصهم يمشيو للغرب باش ما يموتوش لان الا طاح الليل غادي تجي الاسود. ولكن اندرو غادي يقول لهم غير سيروا انا غادي نبقى هنا وغادي نموت حدا القبر ديال مراتي. وغادي يقول ليه تيلر باللي راك حمق. وهما غادي يبانوا لهم شي طوموبيلات وغادي يفرحوا بزاف حيت صحاب ليهم بانهم غادي يعتقوهم. ولكن في الاخر غادي يكتشفوا باللي هادي واحد المرتزقه وغادي يشدوا اندرو وغادي يعذبوه وغادي يقولوا ليه باللي انت اللي كتقتل الحيوانات وكتهرب الجلود والقرون ديالهم. واندرو غادي يقول لهم باللي ماشي انايا. مع جبدوا المسدس بغاو يقتلوه غادي يدخل تيلر وغادي يقول لهم باللي انني انا اللي كنت كنهرب هادشي والطياره ديالي. ديك الساعات غادي يدخل لوين غادي يقول لهم خذوا كل شيء وخليونا نمشيو بحالنا. ولكن ديك الساعات غادي يقتلوه
وديك الساعات الرئيس غادي يطلب من الرجال ديالو انهم يحضروهم، وهما غادي يمشيو يطلبوا فدية من السفارة الامريكية، حيت ديك الساعات السفارة الامريكية غادي تعطيهم فلوس بزاف، وغادي يدوز بزاف ديال الوقت على هاد الحالة. اندرو غادي يغيب بسبب قلة الماء، والحراس غادي ينعسوا، وان تيلر غادي يقرر يسرق سلاح من واحد الحارس، ولكن الحارس غادي ينوض وغادي يبقاو كيتقاتلوا مع بعضياتهم على السلاح حتى غادي ينوض الحارس الاخر، واندرو غادي ينوض في الوقت المناسب وغادي يقدروا يقتلوهم. وهنا تيلر غادي يقول لي خصنا نتحركوا دابا قبل ما يرجعوا الاخرين، ولكن اندرو كان عيان بزاف من قله الماكله والشراب، وغادي يعاونوا تيلر وغادي يهزوا فوق كتافو، وغادي يبقاو غاديين واحد المسافه اللي طويله حتى غادي يوصلوا واحد البلاصه اللي فيها الصخور، وغادي يضطروا انهم يطلعوا ليها. ولكن اندرو غادي يطيح من ديك الصخور وغادي يضرب في رجله، وغادي يبانوا لنا واحد القطع ديال الاسود تابعين الريحه ديال الدم اللي كاينه في الرجل ديال اندرو. تيلر ما غاديش يسمح في اندرو وغادي يهبط عنده عاوتاني باش يهزو فوق الصخور، ولكن غادي يجي واحد العقرب عاوتاني وغادي يمشي فوق الوجه ديال اندرو، غيطلب منه تيلر انه ما يتحركش، وغادي يستغل الفرصه وغادي يلوح العقرب بعيد. ولكن الاسد غادي يسمع الصوت وغادي يعرف بلاصتهم، وغادي يضطر تيلر انه يضحي براسو باش يصلح الاغلاط ديالو، وغادي يطلب من اندرو السماحه وغادي يجري بعيد باش يلفت النظر ديال الاسد، وغادي يطيح من العيا وغادي يقضي عليه الاسد. اندرو غادي يقرر انه يبقى عايش باش التضحيات ديال صحابو ما يمشيوش في الخاوي، وغادي يبقى غادي في الصحراء مده طويله حتى غادي يطيح مغيب. ملي غادي يفيق غيلقى واحد جوج من القريه وغادي يعاونوه، وغادي يحقق الحلم ديال مراتو وغادي يبقى كيعاون الناس. حتى لهنا غادي يكون سالا الفيديو ديالنا، ما تنساوش ديروا ليا لايك وتشتركوا في القناه وديروا ليا شي كومونتير واعر. كان معكم خوكم كولومبو.